عودة وانتقاله من جديد للشوط الثاني للقاء سامراء وبلد في ديربي سامراء على المجموعة الجنوبية لمحافظة صلاح الدين. تركنا الشوط الأول ينتهي بالتعادل بدون أهداف، وهذه عودة وانتقاله من جديد للشوط الثاني اللي بدأ فريق سامراء بالألوان الحمراء يلعب من جهة اليسار، وفريق نادي بلد يلعب من جهة اليمين بألوانه الصفراء، وبنفس الأسماء دخل الفريقين من خلال الشوط الثاني. للتذكير بأسماء تشكيل فريق نادي بلد: جاسم محمود لحراسة المرمى، سمير عبد الإله، عباس اياد، محمد رعد سيف، علي حميد رشيد، عباس فاضل، ومحمد وعد، عمر عطله، وصالح نايف، وأيضا ياسر ناجي. بينما تشكيل فريق نادي سامراء أيضا بنفس الأسماء: محمد جاسم، مهند حسين، مصطفى صلاح، محسن كنعان، وسام علي، رائد أمير، مصطفى محمد، أحمد كاظم، مروان حميد، ويونس رشيد، ومحمود خليل. ركلة حرة لصالح نادي بلد، 6 على التنفيذ، يلعب كرة عالية عباس اياد داخل منطقة الجزاء، وأقرب لحارس المرمى محمد جاسم. أقرب لحارس المرمى محمد جاسم، حارس مرمى سامراء. الشوط الأول كانت الأفضلية واضحة. لاحظ هذه الإعادة مرة أخرى لمحاولة فريق نادي بلد على مرمى سامراء، اللي وصلت بسهولة لحارس مرمى سامراء محمد جاسم. وصلت بسهولة لحارس المرمى محمد جاسم. أجواء جميلة جدا، أجواء رائعة رغم برودة الطقس، يعني درجات الحرارة منخفضة جدا ورياح قوية، لكن الجمهور حاضر بقوة. لاحظ هذا هو الجمهور الكبير الحاضر في ملعب سامراء. وأيضا جماهير سامراء لها طلب طبعا لوزارة الشباب والرياضة لإعادة تأهيل ملعب سامراء اللي يتسع ل 5000 متفرج. هذا الملعب العائد لوزارة الشباب والرياضة، واللي سلمت القوات الأمنية إلى الوزارة قبل أسبوعين بعد أن كانت هناك تواجد لقواتنا الأمنية في الملعب. ويعتبر هذا الملعب من الملاعب اللي من الممكن أن تكون هي واجهة جديدة لمحافظة صلاح الدين ولأبناء مدينة سامراء. الملعب يتواجد فيه كل التراخيص بالنسبة للاتحاد الآسيوي من منظومة انترنت ولوحة إلكترونية ومنظومة وقاعة مؤتمرات. وأيضا تستحق جماهير سامراء وجماهير صلاح الدين وكل الجماهير تستحق أن يتواجد لها ملعب يتسع لحضور جماهيري جيد، ونشاهد هذا الحضور الجماهيري الكبير الحاضر بقوة لمباراة اليوم، اللي يضيف جو من الفرح، جو من السعادة، جو من المؤازرة للفريقين، بالنسبة لفريق سامراء وأيضا بالنسبة لفريق بلد. هناك لاعب يشكو من إصابة، سلامات لجميع اللاعبين. ما نتمنى نشاهد الإصابات في المباراة. هذا جانب من الحضور الرسمي المتواجد أيضا في المقصورة الرئيسية لملعب سامراء. جانب رسمي، حضور رسمي، وأيضا جانب إعلامي كبير اليوم يغطي هذه المباراة، وبالخصوص قناة الرياضية العراقية السباقة لنقل أحداث دوري الدرجة الأولى والنقل المباشر لمباريات دوري الدرجة الأولى. وهذه راح تكون رسالة للجميع بأن العراق آمن، العراق موحد، العراق هو للجميع. اليوم سامراء وبلد، وننتظر الكثير مع وجود محاولة خطيرة. ممكن سامراء أقرب ليونس داخل منطقة الجزاء لفريق نادي بلد، إبعاد في اللحظات الأخيرة من قبل مدافعي فريق بلد. عمر عطله ينقل كرة إلى جهة اليسار، عمر عطله قريبة من خط الجانبي، المحاولة تستمر. 19 يحاول يمر ياسر ناجي اللي دائما ياخذ الجانب الايسر ياسر رغم انه مهاجم. لاحظ زاهد قاسم ايضا مدرب فريق نادي سامراء، صورة واضحة على ياسر ناجي. ياسر ناجي اللي يحاول يشاغل مدافعي فريق نادي سامراء لتسجيل هدف في بداية الشوط الثاني، البداية اللي تكون بداية جيدة، وكرة محاولة لبلد، لفريق بلد اللي يحاول بداية الشوط الثاني الضغط على مرمى سامراء، التسجيل. شوط أول سيطرة واضحة. هذه الإعادة صورة وكرة كان ممكن فريق بلد أن يسجل. كرة خطأ، راية بوجود حالة تسلل، ركلة حرة غير مباشرة. هنا الكادر التدريبي ناطق محمد مدرب فريق نادي بلد قريب من الخط الجانبي، وايضا قريب من الحكم الرابع لمباراة اليوم جمال جاسم. لاحظ هذه الإعادة
وحالة التسلل اللي كانت راية من المساعد الأول لحكم اللقاء سفيان رياض. كرة تنقل للوسط، ياسر ناجي يهيئ كرة الأمام، ياسر كرة لفريق بلد. هناك تدخل حكم مباراة مصطفى صلاح، خطأ على مصطفى صلاح مع وجود ركلة حرة مباشرة لبلد. ركلة حرة مباشرة لبلد. أبناء سامراء اللي كانت ضيافة والترحيب لكادر قناة الرياضية العراقية، استقبلونا استقبال جميل والكل كانوا سعداء بحضور قناة الرياضية العراقية، من تواجد لمدير قناة الرياضية العراقية الأستاذ حليم سلمان اللي كان له دور كبير أيضا بالتعاون أو من خلال الدكتور علي الشلاه رئيس شبكة الإعلام العراقي في نقل مباريات دوري الدرجة الأولى، وبخطوة رائعة واستحقت هذه الخطوة من قبل جماهير المحافظات وجماهير الأندية المشاركة في دوري الدرجة الأولى، وأيضا قدم شكرها الجزيل لقناة الرياضية العراقية ولشبكة الإعلام العراقي. رمية جانبية لصالح نادي سامراء، هناك على الطرف الأيسر وسام علي، وسام على التنفيذ للرمية الجانبية، وسام علي على التنفيذ. جمهور يحفز اللاعبين، الجمهور هو ملح المباراة، الجمهور هو اللاعب رقم 12 في المباراة، لذلك اليوم الجماهير جماهير سامراء وجماهير بلد تنتظر أن يكون هناك أداء وتسجيل للأهداف. كرة عالية في المنتصف تعود للوسط، محاولة لصالح سامراء فريق المضيف والمستضيف بلد، الفريق الضيف بلد. كرة قريبة من الخط الجانبي، الراية تشير إلى وجود رمية جانبية لصالح نادي بلد، رمية جانبية لبلد. تقريبا بداية الشوط الثاني كان هناك استقرار لاعبي فريق بلد بعد ما كان الشوط الأول تحت الضغط، فريق بلد كان تحت الضغط. تنفذ الرمية الجانبية عالية، تغيير اللعب هناك على الطرف الأيمن لكن بعيدة إلى خارج الملعب. رمية جانبية لسامراء، رمية جانبية لسامراء، تنفذ رمية جانبية عن طريق الوسط 15، حاول ينقل الكرة الأمام، حميد ينقل الكرة بشكل خاطئ، حميد تصطد لتعود من جديد، اصطدت بأحمد أقرب لياسر اللي يقف في موقف تسلل راية بوجود حالة تسلل على ياسر. ركلة حرة غير مباشرة على ياسر، ركلة حرة غير مباشرة تنفذ عالية للأمام. أحمد هل سيظهر من جديد؟ أحمد كاظم هل سيظهر بالأداء؟ أحمد كاظم اللي قدم شوط أول جيد، هذا اللاعب الرقم 7 عنده هدفين في هذه التصفيات مع سامراء، مع وجود محاولة خطيرة لسامراء. يونس حاول يمر من أمامه، تمر الكرة إلى خارج الملعب لركلة مرمى، ركلة مرمى لصالح نادي بلد، ركلة مرمى لبلد. 14 كان مصطفى محمد هو صاحب المحاولة. لاحظ هذه الإعادة اللي مرت من أمام مصطفى محمد إلى خارج الملعب. ركلة مرمى لبلد، سمير على التنفيذ يلعب كرة عالية للوسط، تنقل للأمام. 4 هو الأقرب أيضا لاعب فريق نادي بلد محمد رعد، تنقل للوسط 27 صالح يغير اللعب إلى جهة اليسار. هجوم الآن عمر عطله، عمر حاول يمر، عمر لاعب وجناح أيسر بلد، تصطد وتبعد إلى خارج الملعب لرمية جانبي، لرمية جانبي. هل يكتفي الفريقين اليوم بالتعادل؟ هنا زاهد قاسم واحد من نجوم سامراء، واحد من لاعبي سامراء عندما كان لاعبا في مطلع التسعينات. زاهد قاسم مع نخبة كبيرة اللي يمثلوا سامراء عندما كان يلعب في الدوري الممتاز العراقي. سامراء خرج العديد من النجوم اللي اغلبهم لعبوا للمنتخبات الوطنيه، ابرزهم طبعا عدنان حمد وصالح حميد الحارس المميز اللي اصبح الان مدرب لحراس مرمى المنتخب الوطني العراقي. حمادي احمد ايضا كان من لاعبي سامراء، نجم القوه الجويه الحالي، ثاني افضل لاعب في اسيا. يعني هناك نجوم عديدين تخرجوا من فريق نادي سامراء.
لكن أبناء سامراء جمهور سامراء يعولون كثيرا على هذا الجيل أن يعيد الصورة الجميلة لفريق سامراء عندما كان يلعب في الممتاز. كرة عالية أمامية قريبة لمنطقة الجزاء، خطيرة، ممكن أحمد كاظم يحاول يعكس كرة داخل منطقة الجزاء، مرة أخرى سامراء من خلال الشوط الثاني. مصطفى محمد لاعب وسط نادي سامراء من جديد. فريق سامراء بداية الشوط الثاني يمارس الضغط على مرمى فريق بلد من أجل التسجيل. هذه الإعادة، الخطأ الدفاعي، أحمد كاظم، استقبال جيد من أحمد كاظم، هيئها للخلف. لاحظ الإعادة والتعامل لم يكن بالشكل المطلوب. ومرت فرصة على فريق سامراء. كرة من جديد أحمد اليوم أزعج دفاعات فريق بلد. أحمد كاظم اليوم أزعج دفاعات فريق بلد. كرة إلى ركلة مرمى. هذا الجمهور علم العراق الحبيب، هذا تحت خيمة هذا العلم جميع العراقيين موحدين. علم العراق الحبيب، علم الله أكبر، علم عراقنا الحبيب. كرة أمامية قريبة من الخط الجانبي، محاولة تبقى لبلد، وسامراء تبعد إلى خارج الملعب لرمية جانبي. تتنفذ الرمية الجانبية مرة أخرى، رمية جانبية أخرى لصالح فريق نادي بلد أو لسامراء. الراية تشير إلى فريق سامراء المتصدر. التعادل يبقي سامراء في الصدارة ويبقي بلد في المركز الثاني. طبعا الجولات القادمة هي راح تحسم الفريقين المتأهلين إلى الأدوار الأخرى. أقرب لحارس مرمى بلد جاسم محمود، حارس مرمى فريق نادي بلد، أنقذ مرماه من عدة كرات في الشوط الأول. جاسم محمود حارس مرمى فريق نادي بلد، كرة عالية للوسط، تحضير بشكل جميل من قبل مهند حسين كابتن الفريق. تنقل إلى جهة اليسار، المتراجع محمود خليل أو مروان حميد، غير اللعب للوسط مروان. رائد أمير يعيد الكرة إلى جهة اليسار، رائد، محاولة تبقى لسامراء قريبة لمنطقة الجزاء. محمود خليل يحاول اللحاق بالكرة لكن تمر إلى خارج الملعب لركلة مرمى لبلد. جمهور بالانتظار، الكل بالانتظار، الكل يترقب، الكل يتابع. مباراة مهمة. هذا هو الجمهور، جمهور سامراء العزيز. جمهور بلد أيضا حاضر وبقوة، وجمهور سامراء حاضر بقوة. ومحاولة تبقى لبلد، ممكن استغلال الخطأ الدفاعي لفريق سامراء، يستغل لاعبي بلد وتبعد إلى خارج الملعب لرمية جانبي. زاهد قاسم على الأعصاب، مدرب الفريق لفريق سامراء. ركلة ركنية لصالح نادي بلد يريد العودة بالثلاث نقاط، وسامراء يريد أن يبقي الثلاث نقاط في ملعبه لإسعاد جماهيره. ركنية على القائم الأيمن، ممكن استغلال الكرات الثابتة لفريق بلد للتسجيل. أحمد كاظم حاول بناء هجمة مرتدة، أحمد كاظم بينه وبين عباس فاضل. أحمد يمتلك السرعة، يمتلك المهارة، يحصل على خطأ وبطاقة صفراء. حكم المباراة يشهر بطاقة صفراء لعباس فاضل، لاعب وسط بلد. حكم المباراة أشهر بطاقة والجمهور تفاعل مع البطاقة. كيف إذا سجل سامراء؟ كيف نشاهد تفاعل الجمهور لفريق سامراء إذا ما سجل هدف؟ هذه البطاقة والإعادة للقطة الماضية اللي كان هناك انطلاق عن طريق اللاعب أحمد كاظم لولا التدخل من عباس فاضل، وبعد ذلك حكم اللقاء أشهر بطاقة صفراء.
ايضا نقدم شكرا الجزيل لاسعد محمد مدير ملعب سامراء اللي هيأ كل الامكانيات لتكون المباراة بهذا الشكل، بهذا الشكل الجميل، بالتنظيم الجماهيري الرائع. كرة النقل الى جهة اليسار، محاولة تبقى لبلد، تنقل امامية اقرب لحازم او ياسر حاول يمر، تغطية من مصطفى صلاح، مصطفى يقل الكرة لجهة اليمين، سامراء تصطد وتبعد الى خارج الملعب لركلة مرمى لصالح نادي سامراء. ركلة مرمى لسامراء، ركلة مرمى لسامراء، حارس محمد جاسم، محمد جاسم، كرة عالية للوسط أمامية تعود للاعبي فريق نادي بلد عن طريق المنتصف. 27 صالح نايف، صالح اللي يلعب خلف المهاجم ياسر ناجي، كرة النقل لجهة اليمين، بلد ممكن يسجل، خطيرة على المرمى، خطيرة على المرمى لفريق بلد على مرمى سامراء. الآن فريق بلد من خلال الشوط الثاني هذه الفرص ما شاهدناها لفريق بلد من خلال الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني بدأ يهاجم بشجاعة فريق بلد على مرمى سامراء في محاولة الحصول على هدف. هذا صاحب البطاقة الصفراء عباس فاضل، صاحب البطاقة الصفراء عباس فاضل كان واضح في الصورة أمامي. رمية جانبية تنفذ قريبا من الخط الجانبي، تعود من جديد لفريق سامراء، بدأ يعتمد على الكرات الطويلة، البحث عن يونس رشيد لأن لاعب يمتلك الخبرة، يونس رشيد لاعب ومهاجم سامراء. كرة الوسط، حميد رشيد يغير اللعب إلى جهة اليسار، عباس فاضل، أمامية من عباس فاضل أقرب لمدافع مهند حسين. سلامات إن شاء الله لمهند حسين، سلامات لجميع اللاعبين. ما نتمنى نشاهد إصابة، يبدو أن هناك تغيير لفريق بلد. جمال ناجح سيكون التغيير الأول لفريق نادي بلد. وين ماكو تغيير؟ الآن مدرب فريق بلد السيد ناطق محمد سيشرك لاعب، أعتقد لاعب وسط، يريد أن يفعل خط الوسط مدرب فريق نادي بلد ناطق محمد بالدفع بجمال ناجح. كرة للتغيير هناك على الطرف الأيمن لفريق نادي بلد، محمد وعد. من سيكون على الوعد في مباراة اليوم، سامراء أم بلد؟ سامراء أم بلد على الوعد مع النقاط الثلاث لمباراة اليوم، مباراة الديربي، المتصدر والوصيف، المتصدر والوصيف. كرة من جهة اليمين تنقل، تصطد لتعود لفريق بلد، كرة عالية غير مستقرة. طبعا الرياح أيضا لها تأثير واضح بعدم استقرار الكرة بين أقدام اللاعبين. كرة عالية تبعد إلى خارج الملعب، رمية جانبية. الآن سيتم التغيير لفريق نادي بلد. هذا هو 17 جمال ناجح سيدخل بديلا لمحمد وعد. إذا يغادر جمال ناجح في أول تغيير لفريق بلد، لكن مدرب سامراء سيد زاهد قاسم لم يغير لحد الآن على التشكيل الأساسي. ممكن يدفع بلاعب، ممكن يدفع بمهاجم. الآن زاهد قاسم يبحث عن مهاجم ليسجل، عن مهاجم لأن يضع سامراء في هذه المباراة بالثلاث نقاط. إذن محمد وعد يغادر، جمال ناجح في أول تغيير. هل سيكون ناجح جمال بدخوله إلى المباراة؟ لاعب الوسط لبلد، كرة النقل لفريق بلد قريبة لمنطقة جزاء سامراء. فريق بلد في الشوط الأول كان يلعب مع الريح، لكن لم يستغل الرياح اللي كان فريق سامراء هو الأفضل طيلة الشوط الأول، وكان قريب من أن على الأقل فريق سامراء يخرج من الشوط الأول متقدم على الأقل بهدف أو هدفين. لكن في الشوط الثاني الآن الرياح مع سامراء، وبلد الآن يقدم أداء أفضل مما كان في الشوط الأول. كرة أحمد كاظم، أحمد يونس قريبة للمدافعين. حكم المباراة يشير للاستمرار، مطالبة لاعبي فريق سامراء بوجود خطأ. عمر عطلة مع وجود ركلة حرة لبلد. آيات زاحم حكم اللقاء
يشير إلى وجود ركلة حرة لصالح نادي بلد. ركلة حرة لصالح نادي بلد. تنفذ الركلة الحرة جهة اليسار أمام منطقة الجزاء. إبعاد 27 يحاول صالح نايف اللحاق بالكرة، تعود إلى جهة اليمين. المدافع محمد رعد، محمد ينقلها للوسط، حميد رشيد ينقل الكرة خاطئة قريبة لمدافع وكابتن فريق نادي سامراء مهند. لاعب يمتلك ما في نوايا هجومية لزاهد. الدفع بحسين، يلعب على الاطراف طبعا حسين مهاوي. مصطفى، اذا مصطفى محمد يغادر في اول تغيير لسامراء. كرة النقل لصالح بلد. سامراء بدخول
عباس فاضل، عمر عطله، عمر ينتظر المساند، تصطد وتبعد الى خارج الملعب لرميه جانبي. اصطدت ب 24. لاعب محسن كنعان اللي يتلقى بطاقه صفراء قبل قليل. محسن كنعان يتلقى بطاقه صفراء قبل قليل. كرة النقل للامام لفريق سامراء. هناك رايه على يونس رشيد، رايه على يونس رشيد يقف في موقف تسلل او يونس عائد من التسلل. رايه المساعد الاول سفيان رياض تشير الى وجود حاله تسلل لركله حره غير مباشره لبلد وبلد. وتغيير اخر، كرار عوده، تغيير اخر. الان المدرجات تشتعل، مدرجات ملعب سامراء، وهذا جمهور سامراء، هذا جمهور سامراء اللي حتى رغم ان النتيجه تعادل لكنه يحتفل على طريقته الخاصه. جمهور سامراء يحتفل على طريقته الخاصه بالتشجيع، تشجيع مثالي، تشجيع جميل، تشجيع رائع. كرة للوسط الان حسين مهاوي، حسين يغير لعب الى وسام علي اللي يعكسها داخل منطقه الجزاء، خطيره، والحارس جاسم محمود. دقاق الكرة بشكل ممتاز عن طريق حارس المرمى جاسم محمود، حارس مرمى بلد. اذا تغيير ايضا، هناك لاعب يشكو من اصابه، سلامات لستة. مهند حسين كابتن فريق نادي سامراء. تغيير اذا لبلد 7 واضح في الصوره. كرار عوده، كرار عوده، راح نشاهد اللاعب اللي يترك المباراه من جانب فريق نادي بلد. وهنا تغيير ايضا لسامراء. رياض طارق، اذا 27 صالح نايف. صالح نايف من جانب فريق بلد يترك المباراة. هذا هو صالح نايف، واضح في الصورة صالح. ودخول ل7. كرار عودة، كرار عودة يشترك. ومع التغييرات نتمنى تتغير نتيجة المباراة لتسجيل هدف. محاولة لمروان داخل منطقة الجزاء، مرور، يلعب كرة عكسية خطيرة لسامراء، مرت إلى خارج الملعب لركلة مرمى، لركلة مرمى لبلد. محسن كنعان إذن سيغادر. واضح في الصورة 5. رياض طارق، رياض طارق، لاحظ هذه الإعادة، مرت من أمام يونس، مرت من أمام يونس رشيد. يونس رشيد لو وصل إلى الكرة يونس رشيد لشهدنا هدف في مرمى بلد. لاحظ هذا المرور الرائع عن طريق اللاعب مروان حميد اللي هيأها على راس يونس رشيد، لكن كانت سريعة على يونس رشيد وأيضا سريعة على أحمد كاظم الجناح الأيسر لفريق بلد، ومرت بسلام عن مرمى فريق نادي بلد. إذن محسن كنعان يغادر، محسن كنعان يغادر، ودخول لرياض طارق. رياض طارق، إذن كل مدرب أشرك تغييرين، مع وجود تغيير أخير سيكون لكل فريق، مع وجود محاولة أول لمسة خطيرة من رياض، أقرب لحارس المرمى جاسم، أقرب لحارس المرمى جاسم. جاسم محمود قدم مباراة طيبة لحد الآن، حارس مرمى فريق نادي بلد، أنقذ مرماه من عدة كرات خصوصا في الشوط الأول. كرة النقل للوسط، هجوم الآن، بديل القادم كرار عودة، لعب كرة بشكل خاطئ، كرار عودة تعود لفريق سامراء، كرة أمامية، يونس يحاول يمر، يونس رشيد داخل منطقة الجزاء، يلعب كرة لليمين إلى رياض طارق. رياض حاول يعكس كرة، رياض يلعبها داخل منطقة جزاء بلد، داخل منطقة جزاء بلد. حسين مهاوي عيد الوسط إلى رائد أمير مهاوي غير لعب لجهة اليسار، هناك على الطرف الأيسر لكن بعيدة إلى خارج الملعب لرمية جانبي، إلى خارج الملعب لرمية جانبي. إلى خارج الملعب
لرمية جانبية. نلعب في آخر 8 دقائق، دخلنا في الوقت المتبقي 82 دقيقة. كرة النقل للأمام لصالح نادي بلد. الآن اعتقد فريق بلد يعني يحاول الحفاظ على هذه النتيجة، البقاء في دائرة المنافسة. التعادل يخدم فريق بلد انه يبقى في دائرة المنافسة. رمية جانبية لسامراء. كرة قريبة لمنطقة جزاء بلد. حكم المباراة تشير لاستمرار رمية جانبية أمام مطالبة لاعبي سامراء باحتساب خطأ. قريبة لمنطقة جزاء نادي بلد. كرة النقل إلى جهة اليسار، محاولة مستمرة، تنقل للأمام. هناك تسرع من قبل لاعبي فريق سامراء، تسرع من قبل لاعبي سامراء. يحاول لاعبي سامراء إنهاء المباراة بالفوز في هذا اللقاء، بالفوز في هذا اللقاء. وخلاص الفوز لسامراء، يتأهل. محاولة خطيرة تبعد إلى خارج الملعب لركنية. ركنية. جمهور سامراء، هل يسعد هذا الجمهور بهدف قادم؟ الجمهور جمهور مثالي طبعا، جمهور سامراء وجمهور بلد جماهير مثالية. اليوم قدمت لوحة جميلة من التشجيع المثالي. كرة عالية داخل منطقة الجزاء، تبعد من الحارس جاسم محمود، حارس مرمى فريق نادي بلد. حارس مرمى فريق نادي بلد. محاولة مستمرة حسين داخل منطقة الجزاء، خطيرة 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 على المرمى، مرت بسنتيمترات قليلة، بسنتيمترات قليلة عن مرمى فريق بلد. كرة يونس رشيد، كرة يونس رشيد قريبة كانت من مداعبة شباك مرمى فريق نادي بلد. هذه الكرة القوية من يونس رشيد بيسرى على اليسار لحارس مرمى فريق نادي بلد جاسم محمود، ومرت إلى الخارج، ومرت إلى الخارج. قريبة جدا كان من التسجيل فريق نادي سامراء، قريب جدا من التسجيل كان فريق سامراء. إذا تغيير 5 من جانب فريق نادي بلد. حسين علاء، حسين علاء سيشترك الآن. بديل ل9 عمر عطلة، عمر عطلة سيغادر. هذا حسين علاء. التغيير الأخير للمدرب ناطق محمد مدرب فريق نادي بلد. عمر عطلة اعتقد الآن يخرج لاعب وسط ويشرك مدافع، يريد أن يحافظ على نتيجة التعادل فريق بلد. الخروج بنقطة من أمام سامراء تكون نقطة جيدة لفريق بلد. العودة بنقطة أفضل من لا شيء بالنسبة لفريق بلد، رغم أن بلد في بداية الشوط الثاني كان قريب من أن يسجل في مرمى سامراء. كرة عالية أمامية، إبعاد من مهند حسين، يلعب الوسط مهند، تعود لمهند، يغير اللعب إلى جهة اليمين. مروان حميد، مروان يحاول انطلاق بسرعة، مروان يحاول يعكس كرة أمام منطقة الجزاء لفريق بلد، يدافع بشكل ممتاز في الشوط الأول وأيضا في الشوط الثاني. البديل هناك جمال ناجح يلعب كرة أمامية لكن لا وجود لمتابعة لمهاجم. البديل كرار اللي اشترك كمهاجم، كرار عودة، أحد بدلاء فريق بلد، بدلاء الثلاث. تغيير اللعب هناك على جهة اليسار. وسام علي، وسام، سيطرة غير جيدة من وسام علي مدافع اليسار لفريق سامراء. جمهور ممتاز، جمهور جميل، جمهور رائع، جمهور رائع. يعني المباريات اللي نقلت عبر شاشة قناة الرياضية العراقية في كل مباراة نشاهد جمهور غفير، جمهور حاضر بقوة. وهنا زاهد قاسم مدرب فريق نادي سامراء. زاهد كان لاعبا جميلا ولاعبا ممتازا مع فريق سامراء عندما كان يلعب في الدوري الممتاز العراقي. وهنا ناطق محمد مدرب فريق نادي بلد اللي يحاول أن يصل بالفريق إلى الدوري الممتاز العراقي. فريق بلد أيضا عنده طموح الوصول إلى دوري الأضواء.
ركلة حرة مباشرة تنفذ. يونس رشيد من أمامه تبعد يونس عن طريق سمير عبد الإله. سمير عبد الإله كرة بعيدة إلى خارج الملعب لرمية جانب. إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية تلعب أمام منطقة الجزاء. تحضير من رياض، يحاول من رياض طارق لاعب البديل لفريق نادي سامراء، يعكس كرة على القائم القريب من أمامه تبعد رياض قبل لاعبي فريق نادي بلد. كرة عالية للوسط، مر إلى خارج الملعب لرمية جانبية. مر إلى خارج الملعب لرمية جانبية لصالح نادي سامراء. لسامراء رمية جانبية. لاحظ المدرجات مشتعلة بالأهازيج بالأنغام بالموسيقى الموجودة لجماهير بلد ولجماهير سامراء الحاضرين بقوة في ملعب سامراء. وهذه رسالة لكل العالم بأن العراق موحد، بأن العراق عراق الخير، عراق السلام، عراق المحبة، عراق التسامح. ركلة ركنية على القائم الأيسر لمرمى فريق نادي بلد. سامراء يبحث عن هدف، سامراء يبحث عن هدف، وبلد يدافع ب9 لاعبين أمام منطقة الجزاء، يريد أن ينهي المباراة بهذه النتيجة. ومهند يحصل على خطأ وبطاقة صفراء لياسر ناجي. بطاقة صفراء لياسر ناجي. بطاقة صفراء لياسر ناجي مع وجود ركلة حرة مباشرة. خلاص نلعب في الدقيقة الأخيرة. هل ستكون الدقيقة الأخيرة مثيرة لبلد أو لسامراء؟ الاعتراض من مهند خلاص، والاعتراض يكون غير مجدي. هو خلاص أعطى الخطأ وأعطى البطاقة الصفراء. على ماذا الاعتراض من مهند حسين كابتن فريق نادي سامراء؟ كابتن فريق سامراء. اعتراض غير مبرر طبعا من مهند، رغم ان مهند لاعب خلوق لاعب ممتاز، هو الكابتن لفريق نادي سامراء، هو الواجهه لفريق سامراء، القدوه لفريق سامراء، لذلك اعتراضه كان غير مبرر. 4 دقائق، اذا سنلعب حتى الدقيقه 94 ولحد الان النتيجه متعادله بدون اهداف. متعادله بدون اهداف، وراح يكون التعادل الثالث لسامراء اذا ما انتهت النتيجه بهذا التعادل، والتعادل الثاني لفريق بلد. ركله حره مباشره، قد ياتي الحل من كره ثابته بالنسبه لسامراء. احمد كاظم واكثر من لاعب، مهند ووسام، والتسديد وممكن على المرمى، ممكن على المرمى. ركله حره مباشره، التسديد بقوه على المرمى تصطد، والتدخل من مدافعي فريق نادي بلد. مروان حميد لعبها للخلف الى مصطفى صلاح، تمر الى خارج الملعب خاطئه من مصطفى صلاح الى خارج الملعب لرميه جانبيه لصالح نادي بلد. لصالح نادي بلد. مو المهم النتيجه، يعني رغم ان النتيجه مهمه للفريقين، لكن ما يهمنا هو هذا الجمهور الحاضر، هذا الجمهور الكبير، سعاده الجمهور ايضا وهو يتابع المباراه من الملعب، وايضا جماهير سامراء وجماهير بلد اللي ما حاضر في الملعب يتابعها عبر شاشه قناه الرياضيه العراقيه، وايضا في موقع شبكه الاعلام العراقي لقناه الرياضيه العراقيه، ايضا المتابعه لمباراه سامراء وبلد، وايضا مباريات دوري الدرجه الاولى اللي راح تتواصل قناه الرياضيه العراقيه بنقل المباريات المهمه في دوري الدرجه الاولى. كره عاليه داخل منطقه الجزاء. الايام القادمه ان شاء الله ممكن يكون في صلاح الدين، قناه الرياضيه العراقيه تكون في مدينه صلاح الدين. كره لجهه اليسار لسامراء، اماميه تصطد لتعود للوسط مره اخرى. حسين مهاوي حاول بديل خلال الشوط الثاني. حسين مهاوي كره عاليه لجهه اليسار، ممكن احمد كاظم. احمد ظهر بشكل ممتاز في الشوط الاول، لكن في الشوط الثاني احمد كاظم كان بعيد عن ادائه، وهذا حسين مهاوي. كره قريبه لمنطقه الجزاء لفريق بلد سامراء، والحيازه لحد الان استحواذ على الكره من قبل لاعبي فريق نادي سامراء. حسين مهاوي يعيد الخلف الى مروان حميد، يعكس كره داخل منطقه الجزاء، ودفاع جيد لفريق بلد، ابعاد الكره من امام لاعبي سامراء. عاد الخلف مهند، يبدو ان مهند يشكو من اصابه،
سلامات لمهند حسين، كرة عالية جهة اليسار، هجوم قادم. يونس رشيد يحاول يمر من امام مدافع فريق نادي بلد، الكرة تمر الى خارج الملعب. سمير عبد الاله حاول اللحاق بالكرة، تصبح رمية جانبية لسامراء من الجهة البعيدة. خلاص ما تبقى هو قليل، وسامراء بحث عن الثلاث نقاط، بحث وبشكل متواصل. وليد احد مصورين المبدعين بجانب التصوير. طبعا هناك اشاده لحكام صلاح الدين اللي كانوا جيدين في اداره المباراه، خصوصا في مباراه اليوم. اياد زاحم وسفيان رياض وايضا هيثم زاحم وجمال جاسم في قياده هذه المباراه. مرت ركنيه لفريق نادي سامراء، ركنيه لسامراء، ركنيه لسامراء. خلاص الوقت يمضي والدقائق تنتهي، والمباراة والتعادل السلبي، والتعادل السلبي. محاولة خطيرة على المرمى، الحارس خروج غير موفق من حارس مرمى فريق نادي بلد. إذن في هذه اللحظات أحبتي مشاهدي متابعي قناة الرياضية العراقية، حكم اللقاء أياد زاحم يطلق الصافرة النهائية الكاملة لديربي سامراء بين سامراء وبلد، لينتهي هذا الديربي بالتعادل بدون أهداف، ليرفع رصيد فريق سامراء إلى النقطة 12 ويبقى في الصدارة، بينما أيضا فريق نادي بلد يرفع رصيده إلى النقطة 11 ويبقى في المركز الثاني. إذن المراكز لم تتغير، ويبقى سامراء هو المتصدر والوصيف نادي بلد. نلقاكم أحبتي في مواعيد جديدة ومباراة قادمة. تقبلوا أجمل التحيات مني معلق المباراة جمال الدراجي. هذه عودة وانتقالة إلى الزميل عهد فالح وضيفيه الكريمين في الاستوديو التحليلي، والمزيد من التحليل لك زميلي عهد. شكرا جزيلا لي زميل العزيز جمال الدراجي، وشكرا جزيلا لكل كادر قناة العراقية الذي تواجد منذ الصباح الباكر في سامراء لنقل مباراة سامراء وبلد التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف. فريق سامراء رفع رصيده إلى 12 نقطة، وفريق بلد رفع رصيده إلى 11 نقطة. نفس النتيجة، لكن الظروف قد تختلف لفريق بلد في المباراة القادمة عندما يواجه الضلوعية في بلد، وأيضا فريق سامراء عندما يواجه سعد في ملعب سعد. نعود بالحديث مع كابتن صالح. كابتن، شاهدنا شوط ثاني اختلف جذريا عما قدمه فريق بلد في الشوط الأول، دخل يعني وفي غايته تسجيل الأهداف. يعني